في فئة، وصراحة هي بحكيها، الجمهور السوري في فئة منه قليلة أدب. شو بتقولي لهم كلمة لكل صناع المحتوى، سواء كان بمحتواهم أو إذا في تعديل يعدلوه يغيروه، شو بتقولي لهم اليوم؟ بحس كلمة مؤثرين يعني بيصير هيك عليها تندر مرات، إنه بشو أثرت. أنا بطرحه بشكل جدي إنه ما الأثر أنت أيها المؤثر اللي عم تتركه من المحتوى. يعني لازم كل شخص بحس إنه هو مستخدم لهي المنصات، المؤثرين اللي موجودين أغلبيتهم هن دخلهم من السوشيال ميديا، يعني من شغلهم صناعة المحتوى. كلمة مؤثر كتير كلمة بتحمل وراها مسؤولية كتير كبيرة. يعني أنت تخيل اسمك مؤثر وعندك ملايين المتابعين، إذا والله اشتريت هاي الشغلة أو عملت هاي الشغلة في آلاف ممكن يتبعوه. فالمؤثر له بصمة. اليوم مين أكتر مؤثر عمل بصمة وحسيتي إنه هو فعلاً أثر؟ أنا بكل تواضع يعني في سوريا بصدقاً، يعني مش لأن يعني مو فخراً بنفسي، بس إذا بدنا نحكي عن كلمة سياسية، إيه أنا لما بنزل فيديو فيه كلام سياسي بشوفه على كل القنوات وبشوف إنه بيجيب تفاعل جداً عالي، فإيه الناس بتستنى نور شو بدها تحكي. يزعجوكي التعليقات السلبية؟ طبعاً بني آدم أنا بالآخر. الناس بتفكر إنه المشاهير إنه يلا بنسبهم عادي، فهن شخصيات عامة مباحين. لا، نحن بشر. يعني أنا إذا شفت تعليق مثلاً بيحكي على عائلتي أو بيحكي علي بشكل هيك شخصي، يعني بنزعج، وبتمنى هذا الشخص إنه يجي يوقف يحكيها قدامي. إنه بيسترجي أنت تحكي، أنت مين ما كنت بيسترجي توقف تحكي هالكلمة قدامي؟ ما بيسترجي يحكيها قدامي. ففي شيء من الجبن طبعاً، وفي شيء لازم ينضبط بالسوشيال ميديا. الناس الفلتانة بالتعليقات عيب يعني، يعطيهم العافية. يعني كمان في فئة، وصراحة هي بحكيها، الجمهور السوري في فئة منه قليلة أدب بزيادة. يعني أنا حدا بشتغل بالتخصصي بالانجيجمنت حتى بالمهنة تبعيتي، فبطلع على كل الجمهور. أكيد في بكل دولة في هدول الفئة اللي هن بيشتموا، بس عنا بسوريا استثنائيين، يعني حتى مسباتهم كرياتيف، يعني منين بطلعوها ما بعرف.